طبعا دلوقتي ده كان 4 فجرا الأحداث دي، وكان مع مشرق الشمس. احنا بنتابع مع بعض الأحداث. المفروض دلوقتي الشريط ده جاي لنا من الشؤون المعنوية من القوات المسلحة المصرية الباسلة. طبعا هو الشريط بيوضح الأحداث، وإحنا بنترك الحديث أيضا للصورة، لأن دائما الصورة هي بتكون لا تكذب. لا تكذب حقيقي فعلا يا محمد. وبنتابع مع بعض الفيديو. معنا مكالمة يا محمد؟ لسه بيرتبوها في الكنترول. طبعا مسألة التراشق دي هي يعني مسألة أيضا يعني في كذا يوم دلوقتي، وفي تحذيرات بتيجي من القوات المسلحة المصرية بشأن مسألة بيانات عديدة سمعناها بشأن التحذير من الاقتراب من المنشآت العسكرية. قلنا برضو في وسائل الإعلام يا جماعة ما حدش يقترب من المنشآت العسكرية. اللي هيقترب من المنشآت العسكرية أو يهدد أمنها فهو بيهدد حياته هو شخصيا وبيعرضها للخطر. يعني كان في تحذيرات مسبقة. مسألة حساسية الموقف بتجعلنا برضو احنا بنعتمد على الصورة، وبنعتمد برضو على ثقتنا في قواتنا المسلحة وفي تصريحاتها عشان نحط ايدنا على الحقيقة كما هي بالضبط. احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي مجموعة من المتظاهرين على ما يبدو ان هم معاهم أسلحة في حقائب وما إلى ذلك. هو الشخص ده مع انتمائه لمين مش عارفة. طبعا دول أفراد من القوات المسلحة المصرية. مصاب من القوات المسلحة المصرية. طبعا احنا عارفين ان الاحداث دي قتل فيها ضابط من القوات المسلحه المصريه. نحسبه شهيد ونحسب يعني الجميع شهداء ان شاء الله. في ايضا قتلى، في مصابين. حقيقه انها احداث مؤسفه جدا، ما كناش نتمنى ابدا انه ده يحصل في مصر، وده اللي كنا يعني زي ما بيقولوا حاطين ايدنا على قلبنا بقالنا كذا يوم بنقول يا رب ما تحصلش اي مصادمات. والغريب في الامر انه المصادمات اللي كنا خايفين منها هي اللي كانت مصادمات بين المتظاهرين المؤيد والمعارض، لكن عمرنا ما تخيلنا ان الصدام يكون مع الجيش المصري، مع القوات المسلحه المصريه، مع منشاه عسكريه. الصدام قد يكون وارد بين ناس في تناقض بينهم في وجهات النظر، لكن صدام مع القوات المسلحه اللي هي بتؤمن وبتحمي البلد ده محتاج وقفة. محتاجين نعرف مين اللي بيعمل كده وازاي، والامور ازاي توصل لكده. واحنا شايفين من فوق العمارات يعني بيترمي مولوتوف. ده ايه اللي بيترمي من فوق كمان تاني؟ حرائق نشبت. حقيقة ان الصورة برضو محتاجة يعني بعض التوضيح، او محتاجة يمكن حد ايضا من الشؤون المعنوية يعني يعلق عليها عشان يفهمنا ايه اللي بيحصل، لان دي تبدو انها منازل. يعني ايه احتلوا بيوت هناك ودلوقتي بيقولوا لي في السماعة. وايه اللي بيترمي من فوق ده؟ يعني دي حاجات زي اجزاء من حمامات. يعني تم احتلال بيوت، تم تحطيمها وتكسيرها والقاء محتويات المنازل من اعلى الاسطح، وده طبعا في ايضا ترويع لينا يعني وللمواطنين المصريين. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يأمن البلد دي ويسلمها يا رب، ويعني ويبعد عننا جميعا كل مكروه. احنا داخلين على ايام مفترجة يا جماعة، ايام يعني لا دين بيقول كده، ولا اخلاق بتقول كده، ولا اي حاجة، ولا انسانية بتقول كده، ولا اي حاجة. طبعا شايفين حصل تصعيد. هي تابعنا مع بعض الفيديو.